بصوا بقى، انا عاجزه بقى بصراحه عن الكلام في الصينيه الجميله دي. هسيبكم انتوا اللي تقولوا لي رايكم فيها. كل حاجه فيها بجد في تفاصيلها، وكل حاجه فيها جميله، واكتر حاجه كمان فرحتني ان العميله كانت سايباني اعملها على ذوقي، وده الشكل النهائي بتاعها. تعالوا بقى مع بعض نتعلم ازاي عملناها. معايا خشبه كده مقاس 30 سنتي، ومعايا مرايه كمان نفس المقاس، طبعا الاتنين مدورين كده زي ما انتوا شايفين. بدأت بقى ان انا اجيب الخشبة دي، وهبدأ ان انا احط عليها امير. الامير ده كويس وبيلزق كويس جدا. بدأت ان انا احط كده منه على الخشبة، وهبدأ ان انا اثبت المراية على الخشبة. انا بعمل الخطوة دي عشان المراية ما تكونش ضعيفة، ويكون في تحتها خشبة تكون تقيلة وكويسة. بدأت كده ان انا امسح المراية كويس. دي طبعا احجار كده، في منها صغير وكبير. انا حبيت النهارده ان انا استخدم اللون الابيض فيها. هبدأ ان انا اجيب الامير واحط كده بشكل متساوي على المراية. طبعا في لزق تاني ممكن نعمل بيه، بس انا بحب الامير لانه بيمسك الحاجة كويس جدا. هبدأ بقى ان انا اجيب الاحجار، وهبدأ ان انا احط كده فوق الامير، واسيبها طبعا شوية. مش هقلب المراية عشان اشيل الزيادة اللي عليها على طول، لا انا هسيبها شوية عشان الاحجار دي تكون مسكت كويس. الاحجار دي كلها تبقى على المراية كاملة بشكل متساوي. بدأت كده ان انا اقلب المراية بعد ما الامير مسك في الاحجار كويس. هبدأ ان انا اقلبها عشان كل الزيادات انزلها، وهبدأ ان انا اكمل. طبعا هعمل كل ما اعمل حتة بالامير هبدأ ان انا اعمل عليها نفس الحكاية بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده، انا بحط الامير بشكل متساوي عشان في الاخر خالص الاقي الاحجار كلها على المراية بشكل مستدير زي ما انتوا شايفين كده. وعملت طبعا الموضوع ده مرتين مش مرة واحدة. بعد ما خلصت خالص حطيت امير، وبدأت ان انا ارش الاحجار دي عليه تاني. ده كده شكلها بعد ما خلصت الاحجار خالص. هبدأ بقى ان انا اجيب الكلام ده. طبعا الخشب ده انا مقطعه عند حد بيعمل حفر ليزر. هجيب الاسماء اللي انا عايزاها والتاريخ او جملة، طبعا على حسب بقى انتوا عايزين تكتبوا عليها ايه. طبعا الصينية دي تنفع كمان للخطوبة، ان احنا ممكن نعمل الصندوق بتاع الذهب وبنحطه عليها، بس البنت كانت طالباه لقراية فاتحة. بعد ما رصيت الكلام كده ولزقته بالامير، هبدأ ان انا اجيب الفراشات دي. طبعا هي كانت فراشة كده، بس انا حبيت ان انا احط عليها كمان فراشة صغيرة كده عليها. ولزقت 4 كده في الجنب. وده شكلها في النهاية. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم الفيديو جاي على خير ان شاء الله.